احذر 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 قبل ما تبدا تمرين. اول يوم ليك في الجيم ضروري جدا قبل ما تخش الصاله وتبدا تشيل اوزان او تبدا اندورانس او لازم خطوات تعدي على خطوات معينه لازم تبدا بيها. ايه هي الخطوات دي؟ اول خطوه ان هم لازم يسالوك في الجيم الميديكال هيستوري بتاعتك او تاريخك المرضي، عشان لو لا قدر الله عندك مرض معين ممكن يبقى ما ينفعش تتمرن وده ممكن يأذيك ويؤدي لحياتك للوفاه. النقطه الثانيه ان انت لازم يعرفوا الديتيلز بتاعت حضرتك والابلكيشن تملاها كامله، الطول والوزن والسن والكلام ده كله. ضروري جدا نعمل انبادي، وخلي بالك ان الوقت اللي انت رايح فيه الجيم ما ينفعش اعمل انبادي حالا الا لما تكون على الاقل خالص ولا واكل ولا شارب لمده 3 ساعات. تالت نقطه ودي المهمه جدا ان يتعمل لك حاجه اسمها بوتشر اسسمنت او تحليل للقوام بتاعك. معظمنا بل كلنا عندنا مشاكل قواميه في جسمنا واحنا معظمنا ما بيبقاش عارف، اللي قاعده مكتب فعنده راوند شولدر ففي عضلات ضعيفه وعضلات قويه واللي فبالتالي ان العضلات دي هو ده اللي هيبني عليه المدرب البرنامج بتاعك. النقطه اللي بعد كده ودي مهمه جدا، انا ايه هدفك من التدريب؟ الهدف ده مهم جدا ان احنا لازم نراعيه في طريقه التدريب بتاعتنا. بعد كده بنبدا نشتغل ونبدا نسال مجموعه اسئله زي البار كيو، لو جاوبت عليها صح دي حاجه في الميديكال هيستوري يعني بنبدا ندخلك حاجه اسمها بار كيو بلس، لو جاوبت عليها صح ممنوع تتمرن ولازم اوتوماتيك على طول تروح لطبيب حسب السؤال اللي انت جاوبت عليه. النقطه اللي بعد كده لو حضرتك سليم وما عندكش اي مشكله فبنبدا على طول نتعامل مع حضرتك وفي حاجه اسمها او بي تي موديل، وبنبدا نشتغل مع حضرتك بالتكنيك المظبوط او العالمي في التدريب الرياضي. لو ده ما بيتمش معاك فصدقني اهرب من المكان اللي انت فيه ده وامشي. دي نقطة مهمة جدا لازم اخد بالي منها. حاجة كمان مهمة ان الانبادي مش اكيوريت قوي فبنلجأ للسكين فولت والكلام ده كله وناخد سمك الجلد والكلام ده كله. ليه؟ دي نتيجة مرضية شوية والعميل انا بخاطب كده عقل العميل. النقطة الثالثة ان احنا بناخد محيطات الجسم، ده مهم جدا واشوف مقاسات اختلفت ولا ما اختلفتش. ممكن مدرب يجي يقول لي ايه واو ده انت شكلك جسمك اختلف، وهو ولا اختلف ولا اي حاجة، وعن طريق الانبادي عن طريق السكين فولت عن طريق المحيطات بتاعت جسمي، فبالتالي ده كله هيبين لي قد ايه انا نجحت في البرنامج بتاعي او المدرب بتاعك نجح في البرنامج. النقطه كمان المهمه سواء انت بتتمرن اونلاين او بتتمرن اوفلاين دي مهمه جدا، سواء في الجيم او مع مدرب اونلاين. فطبيعي ان المدرب اونلاين مش هيقدر يقيس لك ده ولا هيوفره لك مع كل عميل، فبالتالي احنا بنشتغل، انا عن نفسي انا بشتغل بحاجات معينه وبتكنيكات معينه والعملاء بتوعي هم اللي عارفينها. النقطه اللي بعد كده ودي مهمه جدا ان انت لازم تاخد بالك ان بدايه التمرين لازم اعمل استرتشات بتكنيك معين ونهايه التمرين لازم اعمل استرتشات تاني بتكنيك معين. ممنوع منعا باتا امشي من التدريب الا لما اكون عامل استرتشات. ليه؟ لان لو انا داخل الجيم انا لعبت بايسبس لعبت ترايسبس بلعب على الابر بلعب على اللور بلعب على الجسم اللي من فوق جسمي من تحت واتفر الطريقه التدريبيه اللي انا بشتغل بيها. وخلي بالك ان النظام طريقه التدريب او النظام التدريبي مختلف من شخص لاخر، يعني شخص البيجنر او المبتدئ ده بنشتغل معاه طرق تدريبيه مختلفه خالص عن الشخص البروفيشنال والمحترف، او الشخص المنقطع بيشتغل بتكنيك مختلف، ما ببداش على طول بالاندورنس والتحملات. فبالتالي دي تكنيكات مهمه جدا ان انت على الاقل خالص تبقى عندك العلم بيها او النولج دي مهمه انك تبقى عارفها. النقطه اللي بعد كده زي ما بنقول ان احنا بنبدا بحاجه اسمها الورم اب بتاعنا والكول داون، ده لازم نشتغل بيه صح. والجزء بتاع الريسيستنت بنشتغل بيه ازاي وامتى اشتغل بالاساتيك وامتى اشتغل اس اي كيو، كل الكلام ده لازم يكون المدرب بتاعك يكون محترف عشان يعرف يعمله لك، وده اللي احنا بنوفره في التدريب الاونلاين. اتمنى الحلقه تفيدكم والف مليون شكر ليكم.